السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض زيت سحري جدا للشعر مكون من 6 أو 5 زيوت. اول حاجة يكون معانا زيت الارجان، زيت اللوز المر، زيت السمسم، زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت الجرجير، زيت الزيتون، زيت الثوم. وطبعا ان شاء الله هنعيد مع بعض الزيوت دي من تاني. اول حاجة معانا زيت الزيتون، هيكون معانا ربع ازازة زيت الزيتون. وازازة زيت الزيتون دي انا جايباها ب10 جنيه. كل الازايز اللي قدامكم دي طبعا انا جايباها ب10 جنيه، اي ازازة ما عدا الارجان جايباه غالي شوية. معايا ازازة زيت الثوم، دون كويس جدا للشعر، بينبت الشعر من البصيلات وبيتقل الشعر وبيضيع التقصيف، مفيد جدا جدا للشعر. بس هو في مشكلة واحدة بس، ان ريحته بتكون يعني قوية جدا يعني. هبدأ ان انا افضي زيت التوم على زيت الزيتون، وهيكون معايا قمع كده لطيف صغير. هبدأ ان انا افضي فيه عشان يسهل عليا. معايا زيت خروع. طبعا لو انتي عاوزة تحطي الكميات كلها متساوية ممكن تحطي معلقة معلقة حسب الكمية اللي انتي عايزاها، مش شرط ان انتي تلتزمي بكمية زيي. يعني انا عشان عارفة المقادير بالتساوي فبحط كده على بعضهم. حطينا دلوقتي زيت الزيتون وزيت الثوم وزيت الخروع، كده معانا 3 انواع زيوت. وزيت الخروع يعني غني جدا عن التعريف وممتاز جدا في تطويل الشعر وتتقيله وانباته من الجذور. زيت الجرجير مفيد جدا للشعر طبعا، والجرجير اصلا مفيد، يعني الجرجير الاخضر مفيد، ما بالك زيت الجرجير عامل ازاي. هنبقى نتكلم بتفاصيل اكتر ان شاء الله عن الزيوت دي في فيديو تاني. بس احنا دلوقتي في الخلطة دي معانا زيت السمسم. زيت السمسم دون مفيد جدا للشعر، مفيد للأطفال لو هنحط لهم على الأكل. فوائد الزيوت دي يا جماعة فوائدها عظيمة جدا جدا جدا، مش قادرة اوصف لكم. طبعا معايا زيت الأرجان. زيت الأرجان هاخد منه شوية اكمل بيه الإزازة وهخلص على كده الزيوت اللي معايا. وانا كده حطيت الكمية متناسبة، يعني متساوية بالنسبة للزيوت. وطبعا حطيتهم. هبدأ ان انا اقفل الازازة وارج الازازة كويس. اتبقى معايا زيت اللوز المر وزيت جوز الهند، دول محطتش منهم. بس لو انتي عاوزة تكملي حطي، لان انا الازازة اللي معايا ما بقاش مكان فيها، اتملت على الاخر. فاكتفيت بنسبة الزيوت دي. وهبدأ ان انا ارج الازازة كويس. وطبعا الزيت دون قبل ما احنا نستعمله باخد شوية في طبق وبحطهم في طبق وبعمله في مية سخنة، طبعا البخار يطلع عليها يا دوبك الزيت كده يدفى. وبقوم حطاه على فروة الراس يا جماعة، فروة الراس، لان فروة الراس من عندها بينبت الشعر والشعرة بتمتص الغذاء بتاعها. فاهم حاجة فروة الراس. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو.